مرحبا يا شباب، معاكم مستر بهاء. النهارده ان شاء الله نحل ايه بقى؟ اهو امتحان الالجبرا والسوليد جيومتري بتاع فيرست سيشن 2021. حلو فريم الخشب ده، ماشي. هقول لهم يكملوا عليه. المهم يلا يا باشا بينا نشوف اول سؤال. بيقول لي if z1 equal cosine theta plus i sin theta z2 equal cosine 2 theta plus i sin 2 theta then البرنسبل امبليتيود. يعني ايه برنسبل امبليتيود؟ يعني الثيتا اوف الكومبلكس نمبر 3 زد 1 زد 2. طب نرسمها مبدئيا من 3 دلوقتي، هي زد 1 في زد 2. عارفين بعمل ايه في الانجلز؟ بجمعهم بكوزين ثيتا بلس 2 ثيتا بلس اي ساين ثيتا بلس 2 ثيتا، يعني هتساوي كوزين 3 ثيتا بلس اي ساين 3 ثيتا. حلو جدا، ده كده زد 1 في زد 2. طب لما اضربهم في 3 ها الانجل بتاثر؟ اوعوا حد يروح يقول لي 9 ثيتا، ده كده زيرو. ليه؟ علشان الثيتا الحاجه الوحيده اللي تغير الانجل اللي جوه، يا اما بضربها في كومبلكس نمبر تاني فبجمعهم، يا اما احط عليها باور. لو كده لو قلت لك كوزين ثيتا بلس اي ساين ثيتا باور 2 مثلا، هتروح تقول لي كوزين 2 ثيتا بلس اي ساين 2 ثيتا. ده اوبشن يا اما اضربهم في بعض، اضرب كومبلكس في كومبلكس فبجمع الانجلز. غير كده عمر ما لما اضرب في رقم بره يتضرب في الانجل قبل، فتبقى عادي 3 كوزين 3 ثيتا بلس اي ساين 3 ثيتا. يبقى البرنسبل امبليتيود او الانجل بتاعت الليله دي بكام؟ ب 3 ثيتا اهي. يلا يا باشا اللي بعده. بيقول لي in the expansion of كذا according to descending power of x الترم free of x بكام؟ اول حاجه هو ده descending power of x. ليه؟ عشان اول ترم عباره عن x باور 5، ثاني ترم عباره عن x باور نيجاتيف 2، فكده الباور بيديسند. حلو قوي. يلا يا باشا اول حاجه اجيب ايه؟ هجيب الجنرال تيرم تي ار بلس 1 ايكوال الباور اللي هو 7 ان سي ار، صح؟ السكند اللي هو نيجاتيف كي على اكس باور 2، او ممكن نخليها نيجاتيف كي في اكس باور نيجاتيف 2 باور اللي تحت، والفيرست اكس باور 5 باور الديفرنس من ده وده، يعني 7 ان ماينس ار. تمام. اول حاجه بعملها ايه في الكونستنت؟ هفصله، هيبقى 7 ان سي ار نيجاتيف كي باور الار في اكس باور نيجاتيف 2 ار في اكس باور الباور بيتعملوا ايه؟ ملتبلاي، يبقى 35 ان ماينس 5 ار. لغايه هنا تمام. عندي نفس البيز، بعمل ايه في الباور؟ اجمع، يبقى اكس نيجاتيف 2 ار ونيجاتيف 5 ار يبقى نيجاتيف 7 ار، يبقى 35 ماينس 7 ار. همسك الباور ده اسويه بكام؟ قال لي انا عايز الترم فري اوف اكس، يبقى كام؟ 35 ماينس 7 ار ايكوال 0، صح؟ 35 ان في ان ناقص، يبقى 7 ار ايكوال 35 ان، يبقى الار بتساوي 5 ان. الار بتساوي ايه؟ 5 ان. هو بيقول انا عايز اعرف الترم رقم كام، يبقى الترم رقم ايه؟ من هنا كده، من هنا هيكون ايه؟ اسمه تي 5 ان بلس 1 بس اهي. شفت لو كنت جبته مثلا ار ب 3 بتقول لي تي 4، لو جبت الار مثلا ب 10 تقول لي الترم 11، يبقى لو جبت الترم الار ب 5 ان يبقى 10، جبت الار ب 5 ان يبقى الترم رقم 5 ان بلس 1. يلا يا باشا اللي بعده. بيقول لي الديترمنت ده بيساوي 8، يبقى الديترمنت ده بيساوي كام؟ فبص كده هحس ان هما شبه بعض شويه. مبدئيا اللي تحت هو اللي تحت، صح؟ يبقى مش هغير فيه حاجه، انا همسك طبعا اللي هو عايزه، ده كده خلاص مش هاجي جنبه معاه حصانه. هو انا ممكن اخد من هنا ايه كومن فاكتور 2، ممكن اخد من هنا كمان برضه ايه كومن فاكتور 2، يبقى اخد 2 في 2 طبعا عشان اخدت 2 من اللي فوق و 2 من اللي تحت، هيتبقى هنا 1 نيجاتيف 2 3، بعد كده هنا A B C و E F D. عندي 4 في الديترمنت ده، عايز اعرف بكام. هو الديترمنت ده هو الاصلي؟ قلت له مستر قريب جدا، فرق بس ان هو بدل الاماكن دول، صح؟ ولما بنبدل 2 روز او 2 كولمز في الديترمنت بحط ايه بره؟ نيجاتيف، يبقى نيجاتيف 4
A B C 1 نيجاتيف 2 3 E F D. خلاص، وده بكام اصلا؟ كان ب 8. يبقى نيجاتيف 4 باي 8 نيجاتيف 32. خلصت اهي. لغايه دلوقتي كل الاسئله تمام. يلا يا باشا. نمبر 4 بيقول لي اي بي فيكتور ب 2 اي ماينس 3 جي وسي بي فيكتور بنيجاتيف اي بلس جي ماينس كي. خلي بالكوا بقى، بصوا نيجاتيف جي بلس اي ده استنصح عليكوا، ده صايع. عشان اللي هيكتبها لي كده، اللي هيكتب لي الاي بي 2 نيجاتيف 3 و0، وحد راح يكتب لي السي بي نيجاتيف 1 1 ونيجاتيف 1. هو عايز مبدئيا سي اي. هي مش سي اي بتساوي ايه؟ سي اي هتساوي بكل بساطه هنا سي وهنا ايه، وبكتب ايه في النص؟ الحرف الكومن اللي هو بي وبي. سي بي بلس بي ايه. سي بي معايا، طب بي ايه هعكسها. نيجاتيف 2 و3 و0. هنجمع نيجاتيف 2 نيجاتيف 1 نيجاتيف 3 3 1 2 و0 نيجاتيف 1 نيجاتيف 1. هنبص على الاجابات هنلاقيها مش موجوده الحمد لله. ونحمد ربنا. عموما هي دي اجابه غلط، انا عارف انها غلط، بس انا كنت فاكر ان هو هيكون بيحاول يوقعكم فيها في الاجابات. هي ليه غلط يا باشا؟ علشان بصوا هنا ده جي وده اي، فما ينفعش تكتب لي نيجاتيف 1 1. هي مش دايما بالترتيب، انت بتشوف اللي طالع لك ايه. نمسح ده، نمسح ده. هيبقى السي بي بيساوي ايه بقى؟ اول حاجه الاي بكام؟ ب 1، الجي نيجاتيف 1 والكي نيجاتيف 1 اهو. تمام كده؟ حلو قوي. معايا السي بي ومعايا البي اي. اجمع ده بلس ده. نيجاتيف 1 بلس نيجاتيف 2 بلس 1 نيجاتيف 1. 3 بلس نيجاتيف 1 ب 2 و0 بلس نيجاتيف 1 نيجاتيف 1. يبقى نيجاتيف 1 2 ونيجاتيف 1 اهي. نمبر A. يلا اللي بعده. نمبر 5 بيقول لي التو ستريت لاينز L1 و L2 ار بيربنديكولار زين n بلس 2 بكام؟ على طول طالما التو ستريت لاينز بيربنديكولار يبقى استفاد ايه؟ ان دي 1 دوت دي 2 ايكوال كام على طول؟ ايكوال 0. ايه دي 2 دي؟ مش مهم. الدي 1 بكام؟ الرقم طبعا اللي جنب التي. النيجاتيف 2 ام و7. مين الدي 2؟ بيكونوا الثلاث ارقام اللي تحت، بس بشرط ان كوفيشنت الاكس والواي وزد يكون ايه؟ ب 1. ولو كوفيشنت مش ب 1 اظبطه. اول حاجه اكس ماينس 1 على 4 دي على ان، قصدي دي مظبوطه صح؟ 1 ماينس واي على 4 مظبوطه؟ لا، عشان كوفيشنت الواي نيجاتيف 1 فاقسم فوق وتحت على نيجاتيف 1. فهتبقى واي ماينس 1 على نيجاتيف 4 ايكوال زد مظبوطه. يبقى الدايركشن الثاني دلوقتي كام؟ الثلاثه اللي تحت اهو. يلا يا باشا نخبط الدوت بينهم هم الثلاثه. فيرست باي فيرست يبقى نيجاتيف 2 ان بلس سكند باي سكند نيجاتيف 4 ام بلس ثيرد باي ثيرد 7 باي 2 14. كل ده ايكوال 0. اودي دول الناحيه الثانيه يبقى 2 ان بلس 4 ام ايكوال 14 ديفايدد 2 يبقى ان بلس 2 ام ايكوال 7. واوعى بعد ده كله حد في الاخر ينسى يقسم لي على 2. ها اوعى، عشان جايب لك هو ال 14 اهو. يبقى الاجابه 7. نخش على اللي بعده. بيقول لي التو بلينز دول ار بارل. بارل يبقى ان 1 بارل لان 2، بمعنى اخر ان الريشيو واحده، فيرست على الفيرست ايكوال سكند على السكند ايكوال ثيرد على الثيرد. ان 1 بكام؟ ب 2 وسي و4. ان 2 بكام؟ a بلس 2 وكام؟ 6 وبي ماينس 2. عايز اعرف 2a ماينس b بكام؟ يلا يا باشا هتقول لي 2 على a بلس 2 ايكوال c على 6 ايكوال 4 على b ماينس 2. هل دول يا مستر ايه ده؟ ده الثلاثه ريشيوز الثلاثه فيهم انونز، كده مش عارف احلها. اقول لك مش عارف تحلها. تقول لي يا باشا طب والعمل؟ اقول لك هو اصلا طالب ايه في السؤال؟ طالب 2a ماينس b صح؟ يعني مش عايز حاجه السي، يعني السي
ملهاش اي 30 عايزه صح؟ اشطب عليها. مش هقول دلوقتي 2 على 2a بلس 2 ايكوال 4 على b ماينس 2 صح؟ طب ما تيجوا نعمل كروس مالتيبليكيشن، هو اللي في ايديا، ما انا كده كده خلاص مفيش حاجه تاني في ايديا اعملها. هعمل كروس 2 باي b 2b 2 باي نيجاتيف 2 نيجاتيف 4 ايكوال 4 باي a 4a بلس 4 باي 2 8. انا عايز 2a ماينس b، هودي ده بالماينس واطلع 8 بالنيجاتيف، يبقى 4a ماينس 2b ايكوال نيجاتيف 4 ماينس 8 بنيجاتيف 12. ممكن اقسم على كام؟ على 2 اهي. شوفوا اللئيم والصايع طلعت لو انت عملت كروس هيجيبها لك على طول، عشان هو اصلا مش طالب منك ايه لوحدها والبي لوحدها. لو عايز 2a ماينس b كلها على بعضها بكام؟ بنيجاتيف 6 اللي هي نمبر ايه. يلا يا باشا اللي بعده. في الكوزين اوف الانجل which the vector A makes with the positive direction of the x axis equal 3 على 30. بيقول لك كوزين الانجل ب 3 على 30. زين الكيب كام؟ خلينا نفتكر كده، هو اليونت فيكتور بتاع الايه؟ كان بيساوي ax ay، لا مش ايه اصلا، كان بيساوي ايه يا شباب؟ اليونت فيكتور بيساوي ax على نورمال a كوما ay على نورمال a كوما az على نورمال a. وبما ان اليونت فيكتور هو الدايركشن كوزاينز، فده كان ليه مسمى تاني ان هو كوزاين سيتا اكس كوزاين سيتا واي كوزاين سيتا زي. ده اليونت، هو الدايركشن كوزاينز. بيقول لي الكوزاين الانجل مع الاكس اكس ب 3 على 30، مش معنى كده ان ده كله بكام؟ ب 3 على 30. طب هو ده بيساوي ايه؟ بيساوي ده، يعني ايه اكس على نورمال ايه بيساوي 3 على 30. هو ايه الاي اكس ده؟ ده كومبوننت الاكس في الاي، الاي اللي هو بكام؟ بكي، يبقى كي على. طب نورمال ايه؟ هتقول لي مثلا ازاي اجيب نورمال وانا معايا كي؟ اقول لك هاتها بدلاله الكي باور 2 يعني تقول لي روت كي باور 2 بلس 12 باور 2 بلس 4 باور 2، ده كله بيساوي 3 على 30 صح؟ نعمل كروس، يبقى 13 كي هتساوي 3 في روت كي سكوير بلس 12 سكوير بلس 4 سكوير بالكالكوليتور ب 160. ما تيجوا نعمل باور 2 في الناحيتين، نعمل باور 2 باور 2 13 باور 2 ب 169، يبقى 169 كي سكوير ايكوال. اوعوا تنسوا ان ال 3 تعملوها باور 2، عشان بشوفها برده من طلبه كتير بتنسى تعمل 3 باور 2 وبتطير الروت بس. ال 3 كانت هتعملها باور 2 الاول، هتبقى 9 في كي سكوير بلس 160. يلا يا باشا نكمل. تعالى نمسح الحته دي. تعالى يلا، يبقى 169 كي سكوير ايكوال 9 كي سكوير بلس 9 باي 160. هدخلها جوه بالنيجاتيف، يبقى 169 ماينس 9 يبقى 160 كي سكوير ايكوال 9 باي 160. طير، يبقى كي سكوير ايكوال 9، يبقى الكي ايكوال بوزيتيف ونيجاتيف 3 ولا بوزيتيف 3 بس ونيجاتيف 3 بس؟ خلي بالكم انا ده كله كان طلع معايا بكام؟ ب 3 على 13، فالكي لازم تكون ايه؟ بوزيتيف، عشان اللي تحت دايما بوزيتيف، يبقى الكي ب 3 بس. فما يجيش في الاجابات لو اديهاني نيجاتيف 3 ما اختارهاش، عشان ما كانتش هتطلع لي الاجابه 3 على 13، كانت هتطلعها لي نيجاتيف 3 على 13. بيقول لي 1 بلس اوميجا بلس اوميجا سكوير ار كيوبيك روتس اوف يونيتي، فالاكس والواي اهم، عايز اعرف اكس ماينس واي بكام. طب يلا، بيقول لي اكس ماينس واي بكام اهو. ممكن حد يقول لي مثلا لما تيجي نعملها سمبليفاي، اقول له كده يا عم اخش على طول يا باشا ايه وما تهزرش. طبعا ممكن حد يعملها بالكالكليتر، لو انتوا عارفين الاوميجا بتسجلوها على الكالكليتر والكلام ده كله، بس بعيد عن الكالكليتر دلوقتي. دي بعملها ازاي؟ بضرب اللي تحت في اللي
كده بضرب ده في ده، واي حاجه في 1 طبعا بنفسها، ماينس ده في ده اللي هو اوميجا بلس اي في 1 بلس اوميجا اي. حلو، يلا نفك. فوق اول براكت هينزل زي ما هو 1 بلس اوميجا سكوير اي. ها يا باشا، دول ترمين في ترمين صح؟ الاول في الاول يبقى ايه اوميجا وفي نيجاتيف، ها ده كله هيتضرب قبله ايه النيجاتيف ده. طيب الاول في الثاني يبقى نيجاتيف اوميجا سكوير اي، بعد كده الثاني في الاول اي في 1 اي يبقى نيجاتيف اي، والثاني في الثاني اي في اوميجا اي بايه باوميجا اي سكوير في نيجاتيف، يبقى نيجاتيف اوميجا سكوير نيجاتيف اوميجا اي سكوير، واضرب اللي تحت في تحت المره 1 باي 1 1 1 باي اوميجا سكوير اي بلس اوميجا سكوير اي، اوميجا اي بلس 1 باوميجا اي، واوميجا اي في اوميجا سكوير اي ب اوميجا بار 3 اي سكوير. صح كده؟ صح. طيب همسح الجزء ده. يلا ايه يا وحوش السمبليفاي، شفوا، عايزين ايه نشفي. يلا يا باشا بصوا بقى، اوميجا سكوير اي ونيجاتيف اوميجا سكوير اي هيروحوا مع بعض. هو اي سكوير بكام؟ اي سكوير بنيجاتيف 1 صح؟ يعني ده لو ده راح هيتبقى هنا ده هيبقى بوزيتيف، فبوزيتيف اوميجا ونيجاتيف اوميجا طير، هيتبقى عندك هنا ايه 1 ماينس اي صح؟ يبقى عندي اكس ماينس واي دلوقتي اهو، ادي 1 ماينس اي اوفر تحت يا باشا اوميجا بار 3 ده بكام؟ ده ب 1 واي سكوير بنيجاتيف 1، يعني الحته دي كلها 1 باي نيجاتيف 1 نيجاتيف 1 مع ال 1 هيروحوا، واوميجا سكوير اي بلس اوميجا اي بكام؟ لو اخدت الاي كومن هيديني اوميجا سكوير بلس اوميجا اللي هو اصلا بكام؟ اللي هو بنيجاتيف 1 كسر 1 على نيجاتيف اي ماينس اي على نيجاتيف اي صح كده؟ 1 على نيجاتيف اي سيبنا دلوقتي، سيبنا منها دلوقتي. نيجاتيف اي على نيجاتيف اي بوزيتيف 1، فاضل بقى 1 على نيجاتيف اي ده بكام؟ لو انت اصلا عملتها على مود الكومبلكس هيقولها لك على طول. طب انا مش هعملها بمود الكومبلكس، هعملها هو الاي دي قصدي انا اسف ال1 كانها اي باور كام؟ كانها اي باور 4 صح؟ يعني ده بيساوي اي باور 4 على اي، هنا في نيجاتيف ها بلس 1، اي باور 4 على اي فيها كام؟ فيها الاي باور 3 صح؟ يبقى نيجاتيف اي باور 3 بلس 1 ده كده. طب والاي باور 3 اصلا بكام؟ بنيجاتيف اي، يبقى نيجاتيف اي يبقى اي بلس 1. طبعا سؤال في السمبليفاي هياخد مني وقت كتير، بس عايز اقول لكم على حاجه، انتوا ممكن اصلا تحلوه من الاول زي ما قلت لكم، لو سجلتوا الاوميجا على الكالكوليتر تحلوه بالكالكوليتر، او من بعد ما وصلتوا للحته دي تكتبوها على مود الكومبلكس على طول، هيجيبها لك باي بلس 1 في ثانيه الا ثانيه. يلا يا باشا نشوف اللي بعده. نمبر 9 بيقول لي an office has 9 men and 6 women، بيقول لي في مكتب فيه 9 رجاله و6 ستات. It is required to form a committee of 5 persons and the majority of them should be women. بيقول لي هعمل كوميتي كانها لجنه كده مكونه من 5 اشخاص بس اغلبيتهم ستات. and contains 2 genders، بس لازم يكون على الاقل الاثنين موجودين الصنفين يعني عشان ما حدش يزعل. يعني في رجاله وفي ستات بس الاغلبيه ستات وهم 5. فبقول لك في كام اوبشن ممكن. اول حاجه هم 5 صح؟ هل ممكن اقول 5 ستات ومن غير ولا راجل؟ لا، عشان قال لي لازم يكونوا الاثنين موجودين صح؟ يعني ممكن اقول 4 women و1 man صح؟ او 3 women و2 men صح؟ هل ينفع اقول 2 women و3 men؟ لا، عشان قال لي الاغلبيه تكون ستات. حلو قوي. لو احنا فاكرين الجدول with replacement without replacement which arrangement without arrangement قلناها في الترايل اكزام، ارجعوا بصوا عليه. هل هنا في ريبليسمنت؟ هل ينفع اختار نفس الشخص مرتين؟ مستحيل طبعا. هل في ارينجمنت؟ هل لو اخترت مثلا احمد قبل محمود او منى قبل نورهان هتفرق؟ خالص. طبعا في الاخر الاثنين هيقع عليهم نفس الاختيار. فوزاوت ريبليسمنت وزاوت ارينجمنت ان سي ار، يبقى 4 مش 4 بقى انا اسف،
هما كام ست قلنا؟ هما 6، يبقى من 6 ستات هختار 4، دي كده أول كيس. اللي هو اند من ال9 رجاله هختار 1. بعد كده هنا في ايه؟ اور، طالما قلت اور يبقى بلس. من ال6 ستات هختار 3، اند من ال9 منها هختار 2. ونحسب ده بكام؟ ب 855. يعني تخيل لو انتوا عندكم 9 رجاله و6 ستات وعايزين تختاروا لجنه فيها 5 اشخاص واغلبيه ستات، عندكم 855 احتمال، يعني ليله. يلا يا باشا اللي بعده. نمبر 10 بيقول لي الكوفيشنت اوف تي 6 في الاكسبانشن ده according to descending power of x equal 10 c5. اول حاجه دي descending power of x برضه ليه؟ عشان هنا كانها x باور 1 ودي كانها x باور نيجاتيف 1. فاكس باور x باور نيجاتيف 1 descend descend. يلا يا باشا، قال لي اكسبانشن كام؟ تي 6. هجيب تي 6 الباور 10 سي 5 صح؟ السكند باور اللي تحت والفيرست باور ديفرنس 10 ماينس 5 5. قال لي اصلا ان الكوفيشنت الكلام ده كله بكام؟ 10 سي 5. يعني ايه كوفيشنت؟ كوفيشنت معناها احط الاكس بكام؟ واي ايكوال 1 لو فيها واي برضه. يبقى 10 سي 5 الاكس هتحط ب 1 فتبقى 1 على بي باور 5 في ايه باور 5. ده كله ايكوال 10 سي 5. ده اللي هو مدوني صح؟ يلا يا باشا سمبليفاي، طير ده مع ده يبقى 1 على بي باور 5 في ايه باور 5 ايكوال 1. طب وبعدين هو اصلا عايز يعرف ايه على بي بكام؟ طب ما تيجوا ناخد فيفث روت للناحيتين، فيفث روت، فهتبقى فيفث روت ل 1 على بي باور 5 في ايه باور 5 ايكوال فيفث روت لل1. طبعا دول حاجتين بالملتبلاي، فالروت يتوزع عليهم عادي، ده يتوزع على ده وعلى ده، بس تخلي بالكوا طالما روت يعني ايه 1 على 5، 1 على 5 5 طبعا المره هتبقى 1 على بي يعني في ايه بتساوي طبعا اي روت ل1 ل1 يبقى ايه على بي ايكوال كام؟ ايكوال 1. سؤال لذيذ. يلا يا باشا اللي بعده. بيقول لي مديني ديترمنت ايكوال 8، بيقول لي انا عايز اعرف اكس باور 9 بلس 1 بكام. هذا انا مثلا هحلها ازاي؟ هقول لك مبدئيا انا شايف في ترينجل اوف زيرو صح؟ ابدا احل على اساسه. يبقى اكس ماينس 1 في اكس سكوير بلس اكس بلس 1 ده كله ايكوال 8. طب وبعدين يا مستر؟ هقول لك في اوبشن من الاثنين، يا اما انت هتضرب ده جوه، تضرب ده في الثلاثه وده في الثلاثه وتعمل سمبليفاي، هيتبقى لك عموما على الاخر عموما في الاخر قصدي اكس باور 3 ماينس 1 ايكوال 8. يا اما انت هتكون عارف ان دي فكت براكت باور 3، مش فكت البراكت باور 3، فكت ترمين جوه براكت باور 3، فبقول الفيرست والسكند وبعد كده بفتح براكت فيرست باور 2 سكند باور 2 فيرست في سكند وعكس الباور. تاني لو انا عندي اكس باور 3 ماينس واي باور 3 كانت ايه فكتها؟ باخد براكت صغير وبراكت كبير، اكس ماينس واي زي ما هما من غير الباورات طبعا، وبعد كده باخد الاكس باور 2 هنا واي باور 2 هنا، ده في ده بعكس الساين. كده كده الاكس اول واحد واخر واحد دايما بوزيتيف يعني. حلو قوي. فانا دلوقتي بقى عندي اكس باور 3 ماينس 1 ايكوال 8، يبقى اكس باور 3 ايكوال كام؟ ايكوال 9. حلو. فممكن حد يجيب الاكس بكام؟ هو اصلا عايز ايه في السؤال؟ عايز يعرف اكس باور 9 بلس 1. طب سؤال، هو مش اكس باور 9 بيساوي اكس باور 3 باور 3 صح؟ معنى كده ان اكس باور 9 بلس 1 هتساوي 9 باور 3 بلس 1 بس خلاص 730. يبقى الإجابة نمبر بي. سؤال لذيذ الصراحة. خش على اللي بعده. ده سؤال بقى حلو، بيقول لي في التريانجل انت تريانجل اكس واي زد if
الديترمنت دوت 0 0 0 اكس واي زد 0 0 0 ايكوال نيجاتيف 100 والاريا اوف ترينجل اكس واي زد ب 6.25 then the length of the diameter of the circumcircle of الاكس واي زد. حد لو مستر ايه ما اعرفش اعرفها ازاي دي. اقول لك واحده واحده. طيب اول حاجه نفك ده. طبعا عندي هنا برده ترينجل بس الدياجونال هنا بادئ من ايه؟ من فوق على اليمين، فاحط بره نيجاتيف يبقى نيجاتيف اكس واي زد ايكوال نيجاتيف 100. طيب نيجاتيف مع نيجاتيف يبقى اكس واي زد ب 100. ادي اول ايكويشن. حلو. تاني ايكويشن بيقول لي ان الاريا بتاعت الترينجل ب 6.25. هي اصلا اريا ترينجل ايه؟ هاف ايوز باي او هاف سايد باي سايد في ساين الانكلودد انجل. صح؟ يبقى ادي هاف اكس واي ساين زد مثلا. كل ده ايكوال 6.25. صح كده؟ حلو. اول حاجه تعالوا نضرب في 2 بالمره. يبقى عندي الايكويشن الثانيه اكس واي ساين زد ايكوال 12.5. تقول لي مستر يعني وبعدين برضه مش فاهم. هستفاد انا كده ايه؟ هقول لك اصلا هو انا عايز ايه؟ عايز اللينث بتاع الدايمتر في سيركم سيركل. طب لو انا عرفت اجيب الراديوس اعرف اجيب الدايمتر. صح؟ صح. حد فاكر القانون ده؟ ان ايه على ساين ايه ايكوال بي على ساين بي ايكوال سي على ساين سي ايكوال كام بقى يا شباب؟ ايكوال 2 ار. ده كده الاي والبي سي ده ترينجل، وال2 ار ده السيركم سيركل اللي بتحيط بالترينجل اكس واي زد او اي بي سي. يبقى انا من الاخر من 1 و 2 دول عايز احاول اوصل لحاجه بالشكل ده. طب ما تيجي لو دي 1 ودي 2 اقسم 1 على 2. ازاي يا مستر؟ اهو يعني اقول اكس واي زد على اكس واي ساين زد ايكوال 100 على 12.5. هيروحوا زد على ساين زد ايكوال 100 على 12.5 اللي هي فيها ال 8. يبقى الاجابه كام؟ اوعى حد يجي يقول لي 16. يعني بص مش عارف اعمل فيك ايه. مش هحلك. ليه بقى؟ عشان القانون اصلا بيساوي 2 ار. معنى كده اللي بيطلع لك هو الدايمتر كله، مش محتاج اضرب في 2 اصلا. الاجابه دي خلاص على طول سي. تاني ما 2 ار ده هو الدايمتر يا شباب. ما يجيش بعد بعد ما يكون حد حل ده كله يغلط في دي. حرام والله. يلا يا باشا اللي بعده. نمبر 13 بيقول لي M1 و M2 are two touching internally spheres. هو السفير لو بيتاتشوا internally بستفاد ايه؟ هنشوف دلوقتي، هنرسمها لكم. بيقول لي اول سنتر اهو والريديوس بتاعه اهو، وتاني سنتر اهو والريديوس بتاعه R2، فعايز اعرف R2 بكام. تعالوا بصوا. تعالوا نفترض ان اول سفير اهو وتاني سفير حاجه بالمنظر ده، تاتش internally صح؟ يعني حاجه بالمنظر ده كده. حلو؟ اول حاجه سنتر الاولاني اهو في النص كده، ده كده R1، وسنتر التاني اهو في النص هنا مثلا كده، ده R2، ده كده ال N او مسمينها M2، ده كده M2، ودي كده M1. حلو؟ يبقى المسافه طبعا هي المفروض M2 تكون هنا، يعني المسافه من M1 ل M2 دي هتساوي ايه؟ مش هتساوي R1 ماينس R2. تاني الحته اللي بالازرق دي مش هتساوي ده كله ماينس الحته اللي بالاحمر. يعني M1 M2 هتساوي R1 ماينس R2 بس. يلا يا باشا M1 M2 اللي هي مسافه بتوين ايه؟ 2 بوينتس اللي هو سكوير روت الاول ماينس اول باور 2 نيجاتيف 3 ماينس نيجاتيف 2 باور 2 تبقى نيجاتيف 1 باور 2 بلس الثاني ماينس الثاني باور 2 3 ماينس 1 1 باور 2 بلس الثالث ماينس الثالث نيجاتيف 6 روت 2 ماينس نيجاتيف 5 روت 2 يبقى بلس، يبقى نيجاتيف روت 2 باور 2 ده كله بيساوي R1 ماينس R2. 1 بلس 1 بلس 2 4 فيها 2 ايكوال R1 كانت بكام؟ كانت ب 8 ماينس R2 تطلع R2 ب 6 بس خلاص.
سؤال سهل جدا لو انت عارف قانون التاتش انتر. يلا يا باشا اللي بعده. بيقول لي if the perpendicular distance between البوينت والستريت لاين دي is 8 length units، فعايز اعرف الام بكام. هو اصلا ازاي بجيب perpendicular distance between point ولاين؟ فاكرين؟ لو عندي ستريت لاين كده اهو، ده الدايركشن بتاعه، واسمي البوينت دي بي، دي بوينت على اللاين، والبوينت هنا اسمها ايه؟ فالبربنديكولار دي بتساوي ايه بقى؟ فال بتساوي نورم اي بي فيكتور كروس مع الدي على نورم الدي. حلو؟ طب يلا يا باشا. اي بي فيكتور يعني بي ماينس اي. اول حاجه فين الاي اهي؟ طب ده ستريت لاين، فين البي اهي؟ وهو الدايركشن. يعني اي بي فيكتور بي ماينس اي ها نيجاتيف 1 ماينس نيجاتيف 1 0، 3 ماينس 2 1، و0 ماينس ام نيجاتيف ام. عظيم جدا. عايز اعملها كروس مع الدي، صح؟ يبقى نضطر نمسح ده كده. يلا يا باشا، الام هتساوي اي جي كي. اول واحده 0 1 نيجاتيف ام، والدايركشن 0 ونيجاتيف 3 و0 ايكوال اي ماينس جي بلس كي. في الاي هشطب كولوم ورو 1 باي 0 0 ماينس 3 ام يبقى نيجاتيف 3 ام. في الجي 0 0 0، في الكي 0 0 0. يبقى المومنت طلعت بكام؟ بنيجاتيف 3 ام. يلا يا باشا نعوض بقى. يبقى ال ايكوال طبعا نورم، يعني هتبقى 3 ام بالبوزيتيف على نورم الدي اللي هو سكوير روت 0 باور 2 بلس 3 باور 2 بلس 0 باور 2 هيديني 3، يعني 3 ام على 3 ده كله بيساوي الام. اصلا الديستنس كانت بتساوي كام بقى؟ هو بيقول لي بتساوي 8. خلاص خلصنا. يبقى الام بتساوي 8 بس. يلا اللي بعده. is the measure of the angle between the two planes ب 60. عايز اعرف الكي بكام؟ ها الانجل between two planes كوزين سيتا بتساوي ايه؟ absolute n1 دوت n2 على نورم n1 في نورم n2. يبقى كوزين 60 ايكوال n1 اصلا بكام؟ 110 و n2 بكام؟ مفيش كي صح؟ قصدي مفيش اكس، انا اسف، 0 وبعد كده كي وبعد كده 1. يلا يا باشا الدوت اول في اول 1 باي 0 0 بلس 1 باي كي كي بلس 0 باي 1 0. مش محتاج اصلا، مش محتاج ابسوليوت، هي كي على طول على نورم في نورم. يبقى روت 1 باور 2 بلس 1 باور 2 في روت كي باور 2 بلس 1 باور 2. فكده كله هيساوي هاف. مين الهاف دي؟ اللي هي كوزين 60. يبقى عندي كي على روت 2 في روت كي سكوير بلس 1 ايكوال هاف. صح؟ نخبط ايه؟ كروس. نمسح ده، مش محتاجينه. يبقى 2k هتساوي روت 2 في روت كي سكوير بلس 1. نعمل باور 2 في الناحيتين، 2k باور 2 ب 4k سكوير ايكوال روت 2 باور 2 ب 2، وروت كي ده هيبقى الروت هيتشال. يبقى 4k سكوير ايكوال 2k سكوير بلس 2 دخل بالنيجاتيف، يبقى 2k سكوير ايكوال 2، يعني k سكوير ب 1، يعني الكي ايكوال بوزيتيف اور نيجاتيف 1، بس قال لي هنا k جريتر ذان 0 يبقى k 1. حلو. ايه اللي بعده؟ نمبر 16 بيقول لي if z equal k فتح براكت ساين 4 على 3 باي ماينس اي كوزين 4 على 3 باي then z باور 6 بكام؟ قبل ما اعمل الباور 6 حد يقول لي مثلا هي سهله صح؟ احط الباور على الار واضربه في الانجل، اقول لك صح. بس خلي بالك ان هنا في ايه؟ في موديفيكيشن محتاج يتعمل. ده الساين والكوزين مبدلين اماكنهم وفي نيجاتيف في النص. انا مبدئيا رايي ان انتوا تعملوا موديفيكيشن ده على الكالكليتر. هتروح تكتب له على الكالكليتر ساين 4 على 3 باي ماينس اي كوزين 4 على 3 باي ايكوال شيفت 2 3 هيجيب لك الانجل المظبوطه. طب لو انا هعملها بايديا، اول حاجه ده موديفيكيشن حوالين الواي، يعني بستخدم 90 بلس ونيجاتيف 90 وكده. ده في انهي كواد؟ اكس بوزيتيف واي نيجاتيف. يبقى ايه؟ يبقى الفورث كواد يعني نيجاتيف 90 بلس، او بمعنى اصح
نيجاتيف باي على 2 بلس تيتا. يبقى دلوقتي الثيتا كده هتساوي ايه؟ نيجاتيف باي على 2 بلس 4 على 3 باي. دي فيها كده نيجاتيف 90 ودي 240 فيها ال 150 اللي هي باي على 6 5. يبقى دلوقتي زد هتساوي كي كوزين 5 على 6 باي بلس اي ساين 5 على 6 باي. حلو. انا عايز زد باور كام؟ زد باور 6. يلا يا باشا سهله بقى. كي باور 6 وبعمل ايه في الانجل؟ بضربها في الستة تبقى 5 باي بلس اي ساين 5 باي. هيروح يجي واحد مستعجل على طول هيقول لي يا باشا كي باور 6 نمبر ايه؟ اقول له 0. ليه بقى؟ هو عشان خلي بالكم هنا ما قلتلكش انا عايز المودولس بكام. لو كنت قلت لك انا عايز المودولس كنت تدخل لي كي باور 6 على طول. المودولس اللي هو ابسولوت زد. هنا بقول لك انا عايز اعرف زد باور 6 كلها بكام. معنى كده انت محتاج تشوف ده بكام. على الكالكوليتر لو حسبت دول هتلاقيها بنيجاتيف 1 عشان طبعا هننقص من الانجل 2 باي في 2 باي هتبقى كوزين باي بلس اي ساين باي. ساين الباي بزيرو كوزين الباي بنيجاتيف 1. يبقى الاجابه هتساوي نيجاتيف كي باور 6. يبقى نمبر سي. فيا شباب ما تستعجلوش في الامتحان. حتى لو انت حاسس انك متاكد من السؤال ادي لنفسك 20 ثانيه 30 ثانيه اتاكد. نمبر 17 بيقول لي in the expansion of ax plus b power n according to descending power of x if the two middle terms are equal والn دي odd. طبعا n تكون odd عشان تطلع لي 2 middle term. لو الn كانت even مش هيطلع لي غير middle term واحد. زين الاكس بكام؟ بص بقى هنا في حوار. لو انت عندك الn طبعا odd وقال لك ان 2 middle term equal يبقى على طول اللي جوه بيساوي اللي جوه. ده بيساوي ده. يعني ايه x equal b؟ يبقى x equal b على ايه؟ على طول. تقول لي مستر طب الكلام ده جه منين وانا عرفته منين؟ هقول لك تعالى نعمل بروف يا عم. تعالى نفترض مثلا عندي x بلس y باور اي باور اود مثلا كام؟ 9. حلو؟ هو الاثنين من الترم يكونوا كام؟ هعمل 9 بلس 1 على 2 فيها ال 5 و9 بلس 3 على 2 فيها ال 6. يعني تي 5 وتي 6. قال لك ان الاثنين ايكوال صح؟ تعالوا نجيب تي 5 الاول. تي 5 9 سي 4 صح؟ السكند باور اللي تحت والفيرست باور الديفرنس. طب وتي 6 9 سي 5 السكند باور اللي تحت والفيرست باور الديفرنس. صح؟ مش قالك ان هما الاثنين ايكوال؟ تعالوا نساويهم مع بعض. ايه ده؟ ماشي. تكنولوجيا حلوه. بصوا ده بيساوي ده يبقى اقول 9 سي 4 واي باور 4 اكس باور 5 ايكوال 9 سي 5 واي باور 5 اكس باور 4. يلا يا باشا دلوقتي جه وقت ايه؟ جزار شفي. اكس باور 4 واكس باور 5 ممكن اطير ده كله ويتبقى هنا ايه؟ اكس واحده. واي باور 4 واي باور 5 اطير ده كله ويتبقى هنا ايه؟ واحده. يعني 9 سي 4 في اكس ايكوال 9 سي 5 في واي. تقول لي مثلا ما طلعش ايكوال. اقول لك لا ايكوال عشان اصلا ده بيساوي ده. لو انت عندك الرقم اللي فوق هو ومجموع اللي تحت هو الرقم اللي فوق يعني 4 بلس 5 ايكوال 9 يبقى ده بيساوي ده. يبقى اكس ايكوال واي. يبقى كده وصلنا ان الترمين اللي في النص مالهم ايكوال. بس يبقى الاجابه كانت بتساوي ايه؟ نعملها على طول في السريع. ايه اكس ايكوال بي يبقى الاكس بتساوي بي على ايه؟ اهي نمبر A. يلا يا باشا نخش على اللي بعده. بيقول لي في البوينت 7 و negative 2 2 lies on the surface of the sphere whose equation كذا then absolute الكيب كام؟ هو من ده يا جماعه طالما بوينت بتلاي على السفير او بتلاي على البلين او بتلاي على اللاين بوينت بتلاي على اي حاجه يبقى هي بتحقق ايكويشن الحاجه دي. معناته ايه الكلام ده؟ معناته ان انا ممكن اعوض دي مكان الاكس وده مكان الواي وده مكان الزد اهي بس. يعني اقول 7 ماينس 4 باور 2 بلس 2 نيجاتيف 2 ماينس 1 باور 2 بلس 2 بلس 1 باور 2 ايكوال كي باور 2. ايزي.
تاني طالما البوينت على السفيره او على البلين او اللاين عوض على طول مكان اكس واي زد. 7 ماينس 4 ب 3 باور 2 فيها 9، هنا فيها 9، هنا فيها 9 الله ايكوال كي باور 2 يبقى كي باور 2 ب 27 يبقى كده المفروض ايكوال بوزيتيف ونيجاتيف 3 روت 3 بس هو قال لي ابسوليوت يبقى 3 روت 3 نمبر بي بس كده. اللي بعده if z is a complex number و z plus z bar equal 2e power pi i then z could be. مبدئيا تعالوا كده نفرض z مثلا بتساوي ايه؟ بتساوي كوزين سيتا بلس اي ساين سيتا. حلو. فزد بقى هتقول لي يا مستر ليه؟ يعني هقول لك فرضتها انونز عادي خالص. هتقول لي يا مستر طب وفين الار؟ هقول لك يا عم افرضها عادي خليها ار. الزد بار هتساوي ايه؟ نفس الار والانجل بنعمل ايه؟ بنعكس الساين. او بمعنى اصح لو الناس عارفه بعكس الساين دي. ده الكونجوجيت يعني. بيو سيتا ماينس اي ساين سيتا. طب تعالوا نجمعهم. مش هو قال لي زد بلس زد بار؟ ادي ار افتح كوزين بلس كوزين 2 كوزين سيتا. اي ساين ماينس اي ساين 0. خلي بالكم بقى ما يجيش حد يقول لي مستر طب ليه ما قلتهاش 2 ار؟ انا يا جماعه لما عايز اجمع دول كاني باخد كومن فاكتور. لو انت قلت لك كده، لو قلت لك ار في اكس بلس مثلا واي وهنا ار في اكس بلس زد كاني خدت ار كومن فيتبقى لك ايه؟ اكس بلس واي بلس اكس بلس زد. فاهمني؟ طيب فانا كده بقى عندي 2 ار كوزين سيتا. ده كده زد بلس زد بار. ده المفروض كله بقى اصلا بيساوي ايه؟ بيساوي 2 اي باور باي اي. صح؟ ال 2 هتروح مع ال 2. اول حاجه يبقى كده الار بكام؟ ب 1. طب هي اصلا الاي بتتفك ايه؟ بتتفك كوزين باي بلس اي ساين باي صح؟ يعني معنى كده ان كوزين سيتا ايكوال كوزين باي بلس اي ساين باي. اصلا اي ساين باي بكام؟ بزيرو. يعني كوزين باي كوزين سيتا ايكوال كوزين باي يبقى السيتا بتساوي ايه؟ باي. يبقى انا طلعت سيتا بكام؟ بباي والار بكام؟ ب 1 صح؟ مش دي كانت الزد بتاعتي؟ خلاص يبقى زد دلوقتي هتساوي ايه؟ الار ب 1 مش موجوده يبقى كوزين باي بلس اي ساين باي. هي لو قلت زد بتساوي اي باور باي اي اللي هي نمبر ايه. بس كده سؤال طويل شويه وفيه شويه فرهده في الستبس بس معقول. يلا اللي بعده. بيقول لي ان سي 4 بلس ان سي 3 على ان بلس 1 سي 3 بتساوي 1 فالفاكتوريال ان ماينس 6 بكام؟ مبدئيا ان سي 4 بلس ان سي 3 بيساوي ايه؟ اول حاجه بزود على اللي فوق واحد واخد الكبير. طب ان بلس 1 سي 4 على ان بلس 1 سي 3 ده بيساوي ايه؟ حد يعرف؟ انا مش فاكر عادي. هعمل ايه؟ لو انا في الامتحان اول حاجه انا عارف ان ده ب 1 صح؟ فيا اما ده ب 1 طب خلاص معنى كده ان بلس 1 بتساوي مجموع الاثنين دول. مش احنا لسه قايلين كنا قايلين تقريبا 7 سي 4 9 سي 4 ايكوال 9 سي 5 ليه؟ عشان ده بلس ده يديني اللي فوق صح؟ يبقى عشان الريشيو بين حاجتين بالسي ب 1 واللي فوق واللي فوق يبقى لازم مجموع اللي تحت يكون ايه؟ هو اللي فوق. يعني اقدر اقول على طول ان بلس 1 ايكوال 4 بلس 3 يبقى ان ايكوال 6. طب ولو انا مش عايز اعمل الكلام ده ممكن افك عادي. افك عادي زي مستر اهو. انا بتكلم ان انا واحد مش فاكر القانون تمام؟ فعادي ممكن تتصرف من غير قانون، يا اما تتصرف بالكالكوليتر او تتصرف بمخي. هو الفاكتوريال اللي فوق على الفاكتوريال اللي تحت في فاكتوريال ديفرنس ان بلس 1 ماينس 4 بان ماينس 3. بعد كده اقول ملتبلاي واحولها اخلي دي بقى ايه؟ العكس. يبقى ان بلس 1 تحت هنا ان على فاكتوريال 3 وان بلس 1 ماينس 3 بان ماينس 2. ده هيروح مع ده هنشفي بقى يلا. 4 و3 مين فيهم الكبير؟ 4 طبعا هسحب ال 4 فاكتوريال 3 ان ماينس 3 ان ماينس 2 مين فيهم الكبير؟ ان ماينس 2 يبقى ان ماينس 3 زي ما هي. ده ملتبلاي 3 في ان ماينس 2
فاكتوريال ان ماينس 3 على 1. طير 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 طير، بقى عندي ان ماينس 2 على 4 ايكوال 1، يبقى ان ماينس 2 ايكوال 4، يبقى ان ايكوال 6. طبعا هل ده الحل الحلو؟ اكيد لا. كده ان انا اقعد افك ده مش حل حلو، ففي اوبشن من الاثنين زي ما قلنا، يا اما بالكالكوليتور يا اما استخدم دماغي. طالما الريشيو دي واحده يبقى لازم اللي فوق يساوي اللي تحت، طالما اللي فوق هو اللي فوق، يبقى لازم مجموعه اللي تحت يديني ايه؟ اللي فوق، زي ما عملت هنا. فين عملتها؟ هنا كده اهو. تمام. طيب جبت الان بكام؟ 6. هو عايز فاكتوريال 6 ماينس 6، يعني فاكتوريال 6 ماينس 6 اللي هي بزيرو يعني، وفاكتوريال 0 بكام؟ ب1. يبقى الاجابه نمبر بي. ده سؤال بقى حلو. بيقول لي في الاكسبانشن ده الكوفيشن اوف الترم كونتيننج اكس باور 2. دي باينوميال ثيرم بس 3 ترمات. هتعامل معاها ازاي دي؟ في ناس عارفه فكره اللي هو ايه؟ اللي هو اقسمها ترم وترمين دي. بس انا دي على نفسي ما بفضلهاش غير لو انا يعني محتاج لها ضروري. في المستر امال ايه؟ هقول لك مبدئيا دول 3 ترمات صح؟ هو لو 3 ترمات دول يعني كانهم براكت باور كام؟ براكت باور 2 صح؟ عشان دايما الترمات بتطلع ازيد من باور براكت بواحد. فانا دلوقتي همسك اكس سكوير بلس 2 بلس 1 على اكس سكوير دي، انا عايز اقول ان هي عباره عن براكت باور 2. او هجرب اشوف هل هي براكت باور 2 ولا لا. اول حاجه هنا بلس بلس يبقى في النص في ايه بلس، لو كنت لقيتها بلس ماينس زجزاج يعني كنت احط في النص ماينس. وبعدين بعمل ايه؟ بصوا بقى، كاني باخد سكوير روت لاول رقم واحطه في الاول، سكوير روت لاكس باور 2 باكس، وسكوير روت لتاني رقم واحطه في الاخر اللي هو 1 على اكس. تاني عملت انا ايه؟ لقيت ان هم 3 ترمات صح؟ قلت يبقى هو براكت باور 2، نفس الفكره ممكن اعملها في الباور 3. لقيتهم كلهم الاشارات بلس حطيت في النص بلس، لو لقيت بلس ماينس احط في النص ماينس. خدت روت اول رقم في الاول، روت اخر رقم حطيته في الاخر. بعد كده ممكن بكل بساطه تعمل تشيك بنفسك هل الكلام ده صح ولا لا. هو لو عايز افك ده باور 2، فيرست باور 2 ادي اكس باور 2، لاست باور 2 1 على اكس باور 2، فيرست في سكند في 2 اكس في 1 على اكس ب 1 في 2 ب 2. مش ده هو ده؟ فاهمين يا شباب؟ طيب حلو. يبقى انا دلوقتي وصلت ان هو عباره عن اكس بلس 1 على اكس باور 2 الاول باور كام؟ 6. يعني اكس بلس 1 على اكس باور 12. قال لي عايز كوفيشنت تيرم كونتيننج اكس باور 2. يلا يا باشا جنرال تيرم سي ار بلس 1 هتساوي 12 سي ار، السكند باور اللي تحت والفيرست باور الديفرنس صح كده؟ يلا يا باشا يبقى 12 سي ار 1 على اكس كان اكس باور نيجاتيف 1 باور ار، يبقى اكس باور نيجاتيف ار في اكس باور 12 ماينس ار. اجمع الباورات ده كله طبعا تي ار بلس 1 تبقى اكس باور 12 ماينس 2 ار. ها قال لي الترم كونتيننج كام قلته؟ اكس باور 2، واوعوا حد يساويها بزيرو. هي مش دايما ترم فري اوف اكس، عشان خلي بالكم هو جايب لكم الاجابه اللي فيها زيرو، اللي هيساويها بزيرو يعني. يبقى 12 ماينس 2 ار ايكوال 2 زي ما هو طلب، يبقى الار هتساوي 5. يبقى الترم رقم كام؟ او اعوض هنا بكل بساطه فين؟ اعوض هنا يبقى 12 سي 5، عشان اللي كان هيساويها بزيرو هتطلع معاه 6 وهيلاقي 12 سي 6 مستنياه عشان يقعد على الزيرو. ماشي؟ خلي بالك بقى. نمبر ايه؟ يلا يا باشا اللي بعده. ده سؤال حلو برضه. سؤال حلو، هو بدأ في آخر الامتحان يتقل. قال لي if the matrix AXY is of order 3 by 3 وال AXY components يعني 2x minus 1. عايز اعرف رانك الماتريكس بكام. وبعدين بعيد عن الرانك يعني امره سهل، محتاجين نعرف هي فين الماتريكس اصلا. يا جماعه مش الماتريكس ايه لو هي 3 by 3 تبقى حاجه بالمنظر ده A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33. تقول لي يا مستر ايه الارقام دي؟ هقول لك بصوا، اول رقم ده
بيعبر عن الرو اللي هو الصف رقم كام، دو كده الرو. وتاني رقم ده بيعبر عن الكولم، وده كده كولم، ده كولم 1 مثلا، ده كولم 2، كولم 3. فاهميني؟ ده R1 R2 R3. فانا بقول لك هنا ده اول رو اول كولم، اول رو تاني كولم، اول رو تالت كولم، تاني رو اول كولم تاني، وهكذا. قلت له يا مستر طب وبعدين استفدنا ايه؟ اقول لك يا باشا تعالى عوضه بقى. انا عايز اول حاجه ايه؟ A11. عايز A11 يبقى احط مكان اول رقم كام اللي هو الاكس، احط ايه؟ 1، ومكان الواي 1، صح؟ يعني 2 باي 1 ماينس 1 ب 1. بعد كده اللي جنبه انا عايز A12. A12 والاي اكس واي عباره عن ايه؟ 2x ماينس y، صح؟ اول رقم عباره عن مين؟ x، وتاني رقم هو الواي. يعني كاني هقول 2 باي 1 ماينس 2. بعوض مكان الاكس من الاخر باول رقم، ومكان الواي بالرقم الثاني. هنا يطلع لي 0. هتعوض باللي بعده نيجاتيف 1. طب تعالى نشوف دوت مثلا A21. يبقى اعوض مكان الاكس 2 مكان الواي ب 1. يبقى 2 باي 2 ماينس 1 هتساوي 3. دي اللي هي A21. هتعوض هنا 2 1. بعد كده A31 هتعوض مكان الاكس بكام؟ ب 3، ومكان الواي ب 1. هتطلع 5. هنا 4 وهنا 3. يبقى من الاخر فهمت ان الاكس ده اول رقم والواي تاني رقم. همسح بقى ده كده. دلوقتي دي الماتريكس ايه؟ بقول لي انا عايز اعرف الرانك بكام. مبدئيا الرانك ايه؟ لو حسبت الديترمنت تلعب برقم يبقى رانك ب 3، تلعب بزيرو هبدا احسب الكوفاكتورز. نحسب الديترمنت بالكالكوليتر طبعا ممكن، او انا احسبها بالدماغ على طول وخلاص. يعني هتساوي 1 في 6 ماينس 4 فيها 2 و0 ماينس 1 12 ماينس 2 فيها 2 هتساوي 0. يبقى مبدئيا طالما الديترمنت بزيرو يبقى رانك يا 1 يا 2، صح؟ هبدا امسك كل اربعه مع بعض واشوف هل هم بزيرو ولا لا. فلو مسكت كده على اول اربعه كده دول مثلا جم في دماغي 3 باي 4 ماينس 2 باي 5 ده ب 2، يعني نوت ايكوال 0، صح؟ يبقى الرانك ب 2 اهي. سؤال حلو. خش على اللي بعده. بيقول لي النورمال A بروت 13 والاي بارلل دي سي اند ان اتس دايركشن، في نفس الدايركشن، ومديك الدي والسي ومديك البي، وعايز ايه كروس بي. واحده واحده. تعال نجيب دي سي فيكتور. سي ماينس دي 1 ماينس 1 0، نيجاتيف 1 ماينس 3 نيجاتيف 4، و4 ماينس نيجاتيف 2 6. تعال نجيب يونت الدي سي. فاول حاجه اجيب نورمال دي سي. سكوير روت 4 باور 2 بلس 6 باور 2 36 و16 روت 52. روت 52 دي بقى بكام؟ 2 روت 13. يبقى يونت الدي سي اللي هو يونت الاي هيساوي 0 على 2 روت 13 كم؟ نيجاتيف 4 على 2 روت 13 و6 على 2 روت 13. حلو؟ طيب وبعدين انا عايز فيكتور ايه؟ قلنا الفيكتور بيساوي ايه؟ النورم في الماجنتيود، انا اسف النورم في اليونت. يعني روت 13 في المهرجان ده طبعا اللي هو 0 نيجاتيف 4 على 2 روت 13 و6 على 2 روت 13. يلا يا باشا نضرب جوه. ده بزيرو، فهتبقى اول حاجه فيكتور ايه؟ اول رقم 0، تاني رقم روت 13 في 4 على نيجاتيف 2 روت 13 هيديني نيجاتيف 2، وبعدها دوت في التالت هيديني 3. كده معايا الايه؟ هو عايز مين؟ A كروس B، ومعايا البي. يلا يا باشا نمسح ده. يلا يا باشا
A كروس B I J K، نكتب طبعا ال A الأول 0 نيجاتيف 2 3 بعد كده ال B نيجاتيف 2 3 5 I ماينس J بلس K، في ال I نيجاتيف 10 ماينس 9، في ال J 0 ماينس نيجاتيف 6 يعني بلس 6، في ال K 0 ماينس 4، فهتساوي نيجاتيف 19 I ماينس 6J ماينس 4K. اهي سؤال مش صعب بس طويل، في فرق بين ان هو فكرته صعبه ولا هو طويل. اللي قبل الاخير بيقول لي A B C ذا ترينجل وين مديني ال A مديني ال B مديني ال C، بيقول لي M هي البوينت اوف انترسكشن اوف الميديانز. هو انا عايز اجيب انترسكشن الميديانز ومديك الثلاثه فيرتيز، بتعمل ايه؟ هتقول لي بكل بساطه الام زي كده قانون ميد بوينت، بس بقى بجمع بقى ثلاثه واقسمهم على ايه؟ على عددهم. A بلس B بلس C على 2، يلا 1 بلس نيجاتيف 2 بلس 1 فيها 0، 0 على 3 فيها 0، 2 مع 0 مع 4 فيها 6 على 3 فيها 2، 4 مع 5 مع 0 فيها 9 على 3 فيها 3. كده جبنا الام خلاص، بس كده. ده قال لي انترسكشن ميديا وديك الثلاثه بوينتس بتوع الترينجل، اجمع ثلاثه على عددهم. لو مثلا مديك بوينتس البارالوجرام وعايز الانترسكشن بتاع الدايجونالز السنتر يعني، اجمع الاربعه على عددهم. بيقول لي انا عايز بقى ايكويشن لاين مين؟ عايز ايكويشن لاين اي ام. يبقى اول حاجه اجيب الدايركشن A ماينس ام او ام ماينس A براحتي، انا اعملها مثلا A ماينس ام. يا اما هتلاقوا الدايركشن ده في الاجابات يا اما هتلاقوا بعكس الساين، مش تفرق بقى. 1 ماينس 0 1، 2 ماينس 2 0، و3 و4 ماينس 3 1. فبصوا الدايركشن هنا اهو مثلا، او مبدئيا ده غلط ده غلط ده غلط، ده خلاص الاجابه نمبر سي. ليه بقى؟ تقول لي عشان هقول لك ده الدايركشن بتاعي، ما ينفعش الدايركشن حاجه غير الاي والام مع بعض. فيا اما حد يعملها زي A ماينس ام هيطلع له 1 0 1، او حد يعملها ام ماينس A هيطلع له نيجاتيف 1 0 ونيجاتيف 1. فانا بقول لك يا اما هتلاقي اجابتك يا اما هتلاقيها بعكس الساين. طبعا هو هنا راح كون الايكويشن، بدا بالبوينت A بلس تي في الدايركشن، والدايركشن هنا فرضه اللي هو ام ماينس A. بس سؤال سهل وعادي جدا يعني، بقى لو انت عارف حته انترسكشن الميديانز خلص السؤال يعني. نشوف اخر سؤال في الامتحان. ده سؤال الصراحه رخم شويتين. بيقول لي ايه بقى؟ بيقول لي AB is a tangent to the circle M at A، ودي سي دوت كورد in the circle where intersection الدي سي مع الاي بي ببي، ماشي. مديني اللي ده يقول 32، عايز اعرف الاي بي بكام. مبدئيا انتوا تعرف، حد عارف معلومه الرسمه دي يعني؟ حد عارف الرسمه دي ممكن استفاد بيها ايه؟ هستفاد بيها يا شباب ان ده باور 2 بيساوي ده في ده. دي المعلومه. قلت له مثلا طب ودي اعمل بيها؟ اقول لك انا لسه ما اعرفش بس هكتبها على جنب. طب تعالوا بقى نشوف ايه حوار الديترمينانت ده. اول حاجه مبدئيا يا جماعه طالما ده سؤال تشوز، انت مش مطالب توصل لترينجل اوف زيروز، مش مطالب اوصل لايه؟ لترينجل اوف زيروز. حلو. طب ما تيجوا نخلي ده زيرو. اخليه زيرو ازاي؟ هجمع الرول اللي فوق على تحت، يعني هقول ار1 كاني عملته باي 1 بلس ار2. بقول لك اجمع لي ده مع ده. مبدئيا يا جماعه اللي بيتغير اللي بجمع عليه، يعني ار1 مش هيتغير وار3 ما جبت سيرته مش هيتغير برضو، اللي هيتغير مين؟ اللي هجمع عليه بس. 1 مع نمسح بس ده عشان ايه تكون باينه. 1 مع نيجاتيف 1 0، 0 بلس اي بي اي بي، سي دي بلس بي سي بي سي بلس سي دي عادي خالص. عشان تكون باينه اهو. تمام كده؟ طب بصوا، مش انا وصلت هنا خلاص ليه كولم في رقم وزيرو هنا؟ لما تيجوا خلاص نحسب الديترمنت كانه اي جي كي عادي، كانها دي الاي ودي الجي ودي الكي، بوزيتيف نيجاتيف بوزيتيف. طب هتقول لي يا مستر طب دي ميزتها في ايه؟ اقول لك ميزتها ان في زيروهين فهيطيروا اللي جنبهم على طول، فكانها تبقى هقول 1 وهفتح براكت ماينس 0 وافتح براكت بلس 0 وافتح براكت، وده طبعا هيروح ده هيروح صح. يلا اشتغل بال1، هشطب ده وده، اي بي في اي بي
يبقى اي بي سكوير ماينس ده في ده نيجاتيف في نيجاتيف بي سي ادي بوزيتيف بي سي، هفتح براكت ايه بي سي بلس سي دي. كلكم عارفين طبعا ازاي بتحسبوا الديترمنت، طبعا 1 باي حاجه بنفسها. حلو. يبقى دلوقتي عندي اي بي سكوير بلس بي سي ملتبلاي بي سي بلس سي دي، ده كله ب 32. ولغايه دلوقتي لسه ما استفدتش بالمعلومه دي. سؤال يا شباب، هو بي سي بلس سي دي ده بكام؟ مش عندي الحرف اللي في النص هو يبقى يساوي ايه؟ هيساوي بي دي، يعني اي بي سكوير بلس بي سي باي بي دي تساوي 32. تاني اي بي بلس، لو قلت لك اي بي بلس بي سي اي سي، بي سي بلس سي دي بي دي، اهو بي سي بلس سي دي ببي دي كلها. طب هو ده بكام؟ ما هو ده كده ايه ده اتحل اهو. لو مسحت الحته دي كده بس ماشي كان ايكوال 32. يبقى اشيل ده واحط مكانهم ايه؟ اي بي باور 2 صح؟ يبقى اي بي باور 2 بلس اي بي باور 2 ايكوال 32. دي كانها 2 يعني، فايه تطلع الاي بي باور 2 لوحدها ب 16، فخد سكوير روت يبقى الاي بي ب 4. ده سؤال رخم الصراحه، رخم شويتين ثلاثه، بس لو انتوا شفتوا فكره عليه وهتلاقوا في السكند سيشن ان شاء الله هنلاقي فيه كذا ديترمنت كلهم ارخم من بعض وفي 2022، فهتلاقي انك بدات تتعود شويه، فتبدا خلاص دماغك تكون عارفه انت محتاج تعمل ايه. بس كده، وده كده يا شباب كان امتحان الالجبرا والسوليد جيومتري بتاع فيرست سيشن 2021. ان شاء الله اشوفكم الامتحان الجاي، وتحياتي لاخواتي.